إذا متابعينا الكرام، مع فضيحة أخرى من فضائح حضارة الجزائر، وهذه المرة مع لجنة تفتيش الكاف، والمتعلقة أيضا بملف تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025. هذه اللجنة سبق لها جات للمغرب في نفس اليوم اللي كانت فيه المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب البرازيلي. جاوا في هدوء في الكواليس، بدون اعلام، بدون بهرجه، بدون صداع. شافوا التنظيم، شافوا البنيه التحتيه، شافوا الملاعب، شافوا كل شيء، داروا التقرير ديالهم، شافوا حالتهم. صباح اليوم مشاو لحضاره الجزائر. بطبيعه الحال حضاره الجزائر استقبلهم بالاعلام وصداع الراس والوزراء والزغاريت وحنا والنف المخنن وما الى ذلك. فبطبيعه الحال حينما حضاره الجزائر كيديروا شي امر من هذه الامور الا ولا تمر بدون فضائح، ما يمكنش تدوز بدون فضائح، والفضيحه هي اللي كتشوفوا امامكم على الشاشه متابعينا الكرام. مشاو خداوهم لاحد الملاعب ديال الملعب اللي سميتو نيلسون مانديلا، اللي قالوا على انهم صرفوا عليه 600 ولا 700 مليون دولار. شوفوا المراحل ديالهم، حاشاكم، شوفوا المراحل ديال هذا الملعب كيفاش دايرين، واللجنه تعاين وكتشوف الحاله الكارثيه ديال هذا المراحل. لكن ركزوا لي بالاساس متابعينا الكرام على رده الفعل احد اعضاء لجنه التفتيش، وهو يقوم بفتح باب المرحاض، فاذا برائحة زكية تقابله وبمنظر رائع يقابله. والدليل شوفوا غير ردة الفعل ديالو، ردة الفعل ديال الوجه ديالو، كيفاش تغيرت الملامح ديال الوجه ديالو، وهو يقوم بمعاينة هاد الكارثة. نعم متابعينا الكرام، حضارة الجزائر اللي قلت لك باغا انها تنافس المغرب في تنظيم كأس افريقيا لسنة 2025. حتى المراحل ديالهم ما قدروش على انهم ينقيوهم، وعلى ما اظن انهم ما تنقاوش من الشان ما تنقاوش، لانه من الشان وهذا الملعب هو مغلق تصد. وراكم شفتوا كيفاش الارضيه ديالو ولات بعد نهايه الشان، فضيحه الشان. نعم متابعينا الكرام، شوفوا مزيان رده الفعل ديال هذا احد اعضاء لجنه التفتيش. ما يمكنش تدوز شي حاجه عن حضاره الجزائر بدون كوارث وبدون فضائح. وبطبيعه الحال هؤلاء يعني الاعضاء يقومون بالتدوين والتسجيل وتقرير ما راوه، ويرفعون هذا التقرير لامور اخرى. متابعينا الكرام، حضاره الجزائر هي هذه. سمحوا لي على هذا الموضوع لانه شويه ستينكي كيف ما كيقولوا بالانجليزيه، ولكن هذه الحضاره ما عندنا ما نديروا. اراكم في فيديو قادم.